اخلوا طهران فورا. ابو حنان مش بيهزر. واجري يا بنت شيل المنطقه من على البوتاجاز عشان الشرق الاوسط بيغلي. تحول خطير في المواجهه ما بين خيران واخراء. ايه الخرا اللي احنا فيه ده؟ اللي فاكر ان اللي بيحصل ده بين خيران واخراء خناقه عاديه كده على سطح البيت علشان خيران المزراب بتاع بلكونتها بينقط ميه وسخه على بوكسرات اخراء. لا يبقى انت كده غلطان. ولا فاكرين اللي بيحصل ده كله كده مسلسل؟ لا، خش بقى على الاكونتات بتاعت المدنيين بتاعت اخراء وشافهم وهم بيلطموا ويعددوا هم كلهم عندهم تبول لا ارادي. لا انت لو فاهم كده انت محتاج نضاره نووي. الموضوع دخل مرحله الاستعداد ليوم القيامه. يعني لو معاك نمره المسيح الدجال الحق اتصل بيه واستعجله. ابو حنان بعد ما لم القرشين من الخليج وحطهم في البوك في صدره خد بعضه وراح على اميره، قام منزل تصريح ومبلغ طهران تتطاهر يعني تخلي نفسها. قال لهم يلا على اقرب باب طوارئ وما اشوفش وشكم عشان القطر اللي جاي اسمه ابو حنان. يا ابو ريا مولع حط الفح طهران هتولع حط الفح. خلاصه الكلام ان اخلوا المكان ده تهديد مبطن ورساله ردع الخيران قبل ضربه اسراء او تحرك امريكي. ابو حنان بيستعرض قوته لخصومه واعدائه. يلا بيوجه رسائل كتيره من تحت الحزام عشان يعرف يستفيد من الكل وعشان بنته حبيبته اسراء. الرساله موجهه كمان لحلفاء خيران اكتر من خيران نفسها. بيقول لهم الضربه اللي جايه مش هتستناكم. وماما اميره طبعا بتلم العيله كلها وطالعين على مسرح العمليات. حامله طائرات بتمشي، 30 طياره تزويد وقود بتوصل، انظمه صواريخ بحريه بتترص. يعني اللي بيجهز ده مش عرض عسكري، مش مسلسل ايش ده تجهيز لحفله شوي تقيله. واللي مش مدعو على الوليمه دي ما يخشش عشان هيبقى في قائمه الشوي بتاعت لحم العجول. اميره بتقولها بصوت مرقعه مش هنتدخل. بس خيران لو فكرت يبقى عندها نووي هتبقى حفله شوي نووي اللي هو فيما معناه مش انا اللي بدأت بس انا اللي هخلص. وخيران داخله في فيلم انك لميت واننا ميتون. الحرس الثوري الخيراني طلع وقال لك كل نقطه في اسراء هدف مشروع. وطبعا ده تصريح ما بين التهديد والتحرش العسكري. يعني مش قص، لا ده هيقزقزوا الصواريخ زي اللب ويتفتفوا على تل انابيب علشان يخلوها مزبله. واسراء بتهرب شعبها تحت الملاجئ وتلاقي فجاه السفارات بتقول للمواطنين بتوعها اللي في اسراء اجري يلا. وقبرص عماله تستقبل ناس هربانين من الضرب. يعني الوضع في تل انابيب بقى كانه اوبن بوفيه صواريخ وكل اللي عنده مركب بيركنها على الشط ويركب الملاجئ او يبقى ربنا بيحبه ويركب التابوت. وروسيا طبعا عماله تركن السفن بتاعتها في البحر وتقول لك اي تصعيد هيترد عليه. والصين شغاله دعم من تحت الترابيزه الخيران التكنولوجيا وخبراء وسايبه بحر الصين مولع. واميره قاعده بتشمر كمها وتقول لك انا مش جايه اتفرج، انا جايه انقذ العالم من نووي بعد ما استخدمته هي قبل كده مرتين. في النهايه يا تلحق تفهم يا هتفهم غصب عنك. اللي بيحصل دلوقتي ده مش مقدمه فيلم اكشن، لا ده اعلان حرب مودرن. العالم بيقلب ترابيزه الشرق الاوسط وكل لاعب في الاقليم بيقول لك انا جاهز بس مش انا اللي بدات. ابو حنان يقول لك انا بلغت بس ما قلتش اضربه. وخيران بتقول لك انا كنت بدافع عن نفسي. واسراء كالعاده كل ما تديني قلم بصرخ وبشتكي لماما اميره. واميره تقول لك يا ابني احنا عايزين نعيش بس هنعيش فوق جثثهم والمصلحه تكسب. المنطقه دخلت في وضع ما قبل الانفجار. احنا بقينا عايشين في قناه ناشونال جيوغرافيك وكل المؤشرات بتقول ان القرار الكبير اتطبخ. والضربه لو حصلت مش هتغير شكل المواجهه بس، لا دي هتغير شكل الخريطه كمان. فتابع كويس لان اللي جاي مش تحذير، اللي جاي فصل جديد من كتاب اسمه الشرق الاوسط بقى حنبلي بالسجق. مصر بقى في الامان باذن الله. واحمدوا ربنا انكم عندكم رئيس من المؤسسه العسكريه. ده لو كان رئيس مدني كان زمانكم راكبين الصاروخ اللي بيخترق الغلاف الجوي. اهو فرصه تغيروا جو. حكم احنا عندنا ناس في بلدنا لو كانوا عايشين من ايام حرب 73 كانوا دعموا جولدا مائير. يقول لك معلش يا عم ست كبيره اللي واثق في مصر وجيشها وقيادتها يورينا احلى تحيا مصر في الكومنتات، واللي مش واثق في الليه وشيروها له.